النهارده بقى هعمل معاكم المخالل بطريقه سهله وبسيطه خالص. مش هعقدكم في عمايله وبسيطه خالص، مش هتكلفكم اي حاجه، كل المكونات كلها في البيت. هعمل معاكم مخلل الفلفل والليمون والجزر والخيار وكمان الكرنب. هنعمل معظم انواع المخالل وبطريقه جميله وبطعم حلو. وكمان مش تاخدوا بالكم، المخلل الشتا ده بيتاكل زي العسل، وعمايله في الشتا احلى من الصيف 100 مره، وكمان طعمه بقى احلى كمان. يلا بقى بندخل الفيديو ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. واللي ما عملش لايك يعمل لايك حبايب قلبي، وكومنت كده يحفزني لما يشوف الفيديو ويعجب. واللي ما عجبكش يا عم ولا كأنك دخلت ولا زعل نفسك. وما تنسوش لو ما اشتركتوش في القناة وعجبتكم القناة اشتركوا بعد إذنكم حبايب قلبي. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا السهلة اللي مش هتكلفنا أي حاجة، بس تعملها مخلل في البيت من غير ما نشتري الطبق ب5 جنيه وب7 جنيه. ورمضان كمان جاي وهالمخلل هيبقى يرفع نار، ما كل حاجة بقت رافعة نار، ما جاتش على المخلل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بقى من مخلل الكرنب. عايزه اقول لكم اقسم بالله زي العسل، طعمه جميل جدا جدا جدا. في ناس كتير تقول لك ازاي نخلي الكرنب، لا جربي، مش هتصدقوا كلامي غير لما تجربوا وتدوقوا بنفسكم. عايزه اقول لكم انا ماليش في المخللات قوي، الحاجه الوحيده اللي باكلها ببقى عايزه اكلها حاف. دي لوحدها كفايه، تجيبي رغيف عيش كده تحطي جواه حته كرنب كده مخلله، ياه بالدنيا اكنك حاطه شيبسي. بصوا سهل جدا جدا. هوريكم بقى احنا عملنا ازاي، شوفوا بس اوريكم بس طعمه عامل ازاي. بصوا عايزه اقول لكم يعني بتاكل اكن بتاكل بيتزا. بصوا بقى، هي جبنه برطمان في شويه ميه، وطبعا احنا جبنا الكرومبه قطعناها وظبطناها وخدنا اللي احنا خدناه منها اللي هنحشي بيها، والباقي الحاجات اللي هي ايه الفروله اللي على جنب اللي هي في الاخر دي. طبعا كل كرومبه وكل واحده بتجيب كرومبه تعملها محشي في البيت بيطلع منها شويه ايه في الاخر، اللي هم ايه الحبه اللي متقطعين اللي هو الراس، بنكسرها وبننضفها. ونقطعها كده صغيره، اللي هو الورق الابيض الصغير، العنقات بتاعته، الورق بتاعه اللي ملوش لازمه، حاجات دي كلها زي ما انتوا شايفينها كده. قطعناها وظبطناها وحطيناها في الميه، ما حطيناش اي حاجه في الميه خالص، بس غسلنا الاول قطعنا العنقات كويس، وقطعنا ورق برضو لو قطع كبيره كده قطعناه. وعايزه اقول لك اللي بوريها لكم دلوقتي الراس اللي انا بصوا قشرتها، اللي هي الراس الكبير في، يعني في راس اللي هي جوه الكرومبه، لكن الراس الكبيره فوق خالص دي صعبه شويه. قطعنا الراس وخليناها بصوا عامله زي قطع صغيره ازاي، دي طعمها زي العسل في المخلل. ده القلب بتاع الخاصية، قلب بتاع الكرومبة، ناقص نخلي الخاص والله. بصوا عامل ازاي. المهم ده كله بقى شلناه وغسلناه وظبطناه زي الفل كده، وحطيناه في الميه من غير ملح ولا غير اي حاجه، لسه ما عملناش اي حاجه. جبت بقى كيس ملح الناعم العادي بتاعنا كده، ورحت حاطاه زي ما انتم شايفين برضو كده، وضغطت بايديا كده نزلته تحت خالص. واحط ايه بقى، احط شويه بابريكا على شويه شطه، وان الله يحب الملح، وخلاص على كده. نزلت بيه بشويه ميه عشان بس ادوب الملح وخليه ينزل كده، واضغط بايديا كده عشان انزل ايه الكرنب تحت شويه، والميه تبقى مغطياه تمام. وزي ما قلت لكم هحط شويه بابريكا، انا بحب البابريكا في كل حاجه في حياتي تمام، ناقص احطها على الكريم شانتيه. احط شويه بابريكا، وحابه تحطي تبقى المخلل بتاعك حامي حط شطه، مش حابه خلاص مفيش مشكله، يبقى احنا حاطين الملح والبابريكا بس. حباه حامي حط الشطه. هنقلب كده من فوق لتحت البرطمان كده، ونقلبه كده جامد كويس قوي، عشان ايه الملح ايه يدوب في الميه كلها. ولا كيسه ولا هوا ولا اي حاجه في اي حاجه، هنسيبه. بص هو اخد معايا عشان احنا في الشتاء على فكره، المخلل الشتاء بطول شويه، هنسيبه اسبوع بالظبط. ودوقي بقى احلى مخلل باسهل طريقه، من غير يعني حبه كشري جنبهم شويه الكرنب دول، مخلل الكرنب، حبه سمك جنبهم دول مع السلطه. يعني بتسهلها نفسك في الدنيا الصعبه بتاعت اليومين دول صراحه. باي طريقه، يعني باسهل طرق وباسهل حاجه. ما اوريكم بقى انا كنت مخليه ايه كمان، يعني حتى ده كمان ما عتقتوش. الليمون الصيني بص، كان جوزي مره واحد صاحبه كده هجيب ليمون صيني، وبعدين بص جايب ليمون قد البرتقانه. اقول له ده برتقاني يقول لا ده ليمون، اقول له ده برتقاني يقول ده ليمون، لحد ما دقتها لقيتها فعلا طلعت ليمونه، بس ليمونه ايه. رحنا بقى ايه، قال لي قلت له طب دي هنعملها ازاي، قال لي ما عشان تعوزي يعني مثلا بتقطعي 3 4 ليمونات، لا قطع ليمونه واحده 3 4 5 قطع كده، واكنها كده 4 5 ليمونات. المهم لقيت العمليه مش نافعه، رحت انا عاملاها مخلل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنشطب بقى زي ما قلت له كده البرطمانات شطشفه حلوه كده، ونعقمها. وتعالوا اوريكم بصوا الليمون عامل ازاي. ده ليمون صيني يا جماعه، الليمونه قد برتانه، الكاميرا كده ظلماه، هي الليمونه هي كبيره شويه يعني كده كمان، زي ما بقول لكم قد برتانه بالظبط.
هما كان اللي اكلناه بس حاسه ان هو مش يعني مش طبيعي هو طعمه حلو على فكره وكل حاجه، بس بيبقى بيقول احنا حاسين يعني ايه لما بيمسكوا الليمونه كده ويفضوا اللي جواها مش مستريحين. زي ما شفتوا من شويه وريكم المخلل الكولومب خلاص كان اتعمل وعدى عليه اسبوع وكلنا وشبعنا منه كمان نص برطمان خلص. هاخد البرطمان ده بقى عشان استعمله ايه في المخلل الجديد بتاعنا واحط البرطمان تاني. تمام. اشمعنى برطمان تاني ده ما تحطه فيه هو؟ لا انا ما بحبش البرطمانات الكبيره قوي، بحب كده البرطمانات الصغيره يبقى شكلها حلو كده في شيك وفي المخلل تفتح النفس كمان. يعني انا عايزه اقول لك الميه لما تكوني ملياها في البرطمان وسايباها شويه كده اكنك مفلتراها من الاخر يعني. لكن لما تكوني جايبه حاطه المخلل في البرطمان تقومي جايباها تحت الحنفيه تقومي حاطه جوه ميه، دي مش حلوه، مش ما بحبهاش، بتفرق برضو في طعم المخلل. دي حاجه ناس تقول لك طب ما تغلي الميه وتركنيها على جنب، لا دي اكنك ميه غليها وركناها على جنب. لما تمليها في البرطمان وتسيبيها 15 دقايق على جنب كده تبخر الكلور والحاجات اللي جواها كلها، هيبقى اكنك انت مفلتراها جاي منزلها من الفلتر. المكونات بتاعتنا بقى عندك الليمون وعندك الفلفل وعندك الخيار وعندك الجزر، الحاجات دي كلها هنزل الليمون بتاعنا في المصفى اهو واغسله كويس قوي قوي قوي، ليمونه كده تحت الحنفيه، وارجع لكم تاني حبايبي. بصوا مش جايبه ليمون كبير ولا جايبه صغير خالص، جايبه حجم وسط. بعد ما شطفنا الليمون شطفه كويسه قوي كده جبت بقى حله اهو، وهنزل بالليمون جوه الحله زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى انا بدل ما لسه هجيب ميه من الحنفيه احطها على الليمون، لا خلي الميه اللي في البرطمان دي احسن، هناخدها وبعدين نبقى نجيب ميه تانية مظبوطه بالظبط زي ما يكون معموله على قدها. غطينا الليمون زي ما انتم شايفين اهي، الميه مغطيه الليمون، ما ينفعش اجيب الميه تبقى الليمون بقى يعني باين منها، لا لازم تكون الميه مغطيه الليمون. هرفعها بقى على النار تغلي غلوه 2 3 اطفى عليه بس كده خلص. ندخل بقى لاخونا التاني الجزر بقى نحطه برده في المصفى كل واحد بالدور كده، هنغسله غسله كويس قوي جزرايه برده تحت الحنفيه، وارجع اوريكم نعمل فيه ايه. وبعد ما غسلنا الجزر بتاعنا كويس قوي جزرايه زي ما قلت لكم، هنعمل بقى. بصوا انا ما عنديش فيه بيجيبوا قطاعه اللي هي عامله زي ايه الشرايح كده، ما عنديش، مش معنى ان ما عنديش القطاعه دي والجزر مش هيبقى مخلل او مش هيبقى طعم المخلل حلو والكلام ده كله، لا بالعكس هي مش فارقه. وبعد ما خلصنا كميه الجزر بتاعنا وقطعناه كويس زي ما انتم شفتوا، غسلنا برضو الخيار كويس قوي خياريه تحت الحنفيه وقطعناه زي ما قلت لكم في الاول. الخيار عملناه شرايح زي ما عملت في الخيار بالظبط، عايز شرايح بشكل دوران اللي شفتيها، او ممكن نقطعها نصين زي الجزر بالظبط ونعملها زي ما انتم شايفين. عندك السكينه المشرشره براحتك مفيش مشكله، دي شغاله ودي شغاله. انا في ساعات بروح اشتري المخلل بنفس الشكل اللي عاملاه ده، مفيش مش مشرشر ولا مهرهر ولا اي حاجه خالص، بالشكل الطبيعي ده. اهم حاجه الطعم يا جماعه. وخلصنا الخيار كمان، تعالوا اوريكم بقى ايه اللي عليه الدور. ندخل بقى نعمل الفلفل. زي ما انتم شايفين الفلفل بتاع اليومين دول كله طويل صراحه، مش فين الفلفل بتاع زمان الفلفله الصغيره البلدي دي، ما عدناش لقينا في السوق، تقلبي عليها وطيها مش لاقيه الفلفله الصغيره، فطبعا مش هنسيبها زي ما هي كده طويله كده طويله تقيله كده، لا هنعملها هنقطعها قطع صغيره، يعني القرن الفلفل هنقطعه تقريبا 3. تمام. لو في قرن صغير يبقى خير وبركه بتسيبيه، ممكن تسيبيه بالراس بتاعته، ممكن تقطعيه كده براحتك، هي المهم كده داخله ميه انك انت مقطعاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول لكم يعني الفلفل بتاع اليومين دول والخضار كله ما عادش صراحه زي زمان خالص، ما اعرفش ايه اللي جرى، الحاجه غاليه وطعمها راح منها، البركه راحت منها والطعم راح منها بجد. يعني ربنا يكون في عون اجيالنا الجديده دي والاجيال اللي موجوده، ويكون في عوننا احنا، ما عادش فيه خلاص لا طعم ولا عاد فيه صحه ولا حاجه. ربنا يعيننا على الزمن الصعب ده. انت بتشتغلي بقى وتعملي اكلك عادي مفيش اي حاجه مفيش اي تغييرات، وبقى الطعم ده بقى والصحه دي بقى عند ربنا بقى خلاص، احنا اتعودنا على كده. زي ما بقول لك كده هي قرن الفلفل طويل على الاخر زي قد ايه ما شاء الله عليه، في بركه على الاخر يعني في الطول، فبتقطعي نصين وبتشيلي القمع اللي فوق على الوش ده كده. وفي ناس بتسيبه والله، يعني انا بروح اشتري الفلفل الاقي القمع موجود عادي مش مشكله، كل حاجه بقت عادي دلوقتي. شوفي يعني ده القرن يعني يعتبر هتلاقي في الكيلو 3 4 قرون بس صغيرين من بتوع زمان، بس الطعم برضو مش هو الطعم يعني. انت حتى لما بتجيبي فلفل عشان تعملي الحشو اللي هو المحشي، الفلفل وبتنجان وكوسه ما عادش طعمهم زي زمان والله. ما اعرفش، تيجي تقولي للراجل هو في ايه اللي حصل، يقولك اصل الزرعه دي مش عارفه جايبينها منين وما عادش فيه فلاحين بتزرع وحاجات كده مالكيش فيها، بتخش في متاهه مش فاهمه حاجه. المهم ربنا ايه يكون في عوننا وعون الناس. احنا كده خلصنا الفلفل بتاعنا وخلصنا الجزر وخلصنا الخيار،
ووريتكم ازاي عملنا ورق الكرنب. عايزه اقول لكم كده مفيش غير الليمون على النار برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي دخل الفيديو لحد دلوقتي يا ريت كده وعجبه الفيديو يعمل لايك عشان الفيديو يكبر ويوصل لاكبر عدد من الناس. واللي ما اشتركش وعجبه القناه وعجبه الفيديو بتاعنا اتمنى تشتركوا وهيكون شرف ليا. وتفعلوا زر الجرس ويوصلكوا اشعار بكل جديد. اللي بيوصلوش اشعار يا جماعه عشان ما يفعلش زر الجرس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت بتبص برضو في الفلفل تشوفيه شطفه حلوه طبعا قبل ما تقطعيه، وبعد ما تقطعيه تشطفيه تاني. الفلفل بالذات يعني هنشطف كل حاجه بعد ما نقطعها كلها تاني، يعني هنشطف الجزر والخيار والفلفل وكل حاجه احنا قطعناها قبل وبعد. هنشيل بقى حاجتنا واوريكم بقى ايه نعمل ايه. الليمون على النار اهو، بص عمل رغاوي ازاي. زي ما قلت لكم هتبقى غالبه التانية التالتة اطفي عليه واسيبه كده لحد ما يبرد خالص. بص الليمونه عامله ازاي ما شاء الله. ما يعني انت بتعرفيه استوى ازاي؟ في ناس تقولك طب عرفينا الليمون بيستوي ازاي. مجرد ما تلاقي الليمونه هي كده ايه خرمت من الجنب، مش هرتيها كده فاصله، لا مجرد ما تلاقي الليمونه خرمت كده جزء صغير كده اتنفست يعني حاجه صغيره، بتعرفي كده ان هي خلاص تمام كده. هطفي على الليمون واسيبه بقى لحد ما يبرد خالص. هو كده انا عاملاه بالليل، هسيبه لحد تاني يوم لحد ما يكمل تسويته جوه الماء السخنه كده. هوريكم بقى نعمل الفلفل ازاي. دي المايه اللي كانت جوه البرطمان كنت مجهزاها، ده حاطط جواها الفلفل كله اهو. هنحط بقى ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الخيار برضو في البرطمان التاني. حطينا شويه خيار شويه جزر. ممكن تشكلي بقى الفلفل والخيار والجزر، ممكن تعملي حبه وحبه، ممكن تعملي جزر لوحده، كل حاجه لوحدها دي حاجه برضو راجعالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جه وقت هنقولك بقى احط ايه في الميه بتاعت المخلل. بصي انتي معلقتين بابريكا كده، انا قلت لكم بحط في المخلل بابريكا بتخلي طعمها جميل جدا. اللي حابب الشطه برضو يزود، مش حابب مفيش مشكله برضو المخلل هيبقى طعمه حلو. يبقى انا حطيت ملح وحطيت بابريكا وحطيت شطه. الملح ممكن ملح من الكيس الملح الناعم بتاعنا عادي بتاع المطبخ. بس انا كان متوفر عندي ملح وكنت مخليه بيه سردينه وعامله ملوحه وكده، فكان متوفر عندي شويه ملح من باقيين فحطيت منهم. زي ما قلت لكم بقى حطينا ايه ملح بابريكا شطه. اللي حابه تحذف الشطه مفيش مشكله، مبحبش الحاجه المخلل حامي، لكن بابريكا دي بتدي طعم وبتدي لون كمان. يعني مكان الايه البنجر يقول لك هنحط بنجر عشان خاطر الميه تبقى حمراء، لا ده بيدي برضو الحمار اللي في الميه وفي نفس الوقت بيدي طعم جميل جدا اللي هو البابريكا. هقلب بقى المكونات دي كلها في جوه الميه كده. بصوا مش شايفين كده ماسكه البرطمان، هرجه كده فوق يمين وشمال كده عشان يتمزج الملح جوه الميه. زي ما قلت لكم ممكن تحطي الفلفل مع جزر مع خيار براحتك انت. وبكيس اللي بحفظ بقى الطعام هغطي بيها البرطمان عشان ما يدخلش فيه هوا، برضو احبس الهوا خالص. اقلب البرطمان برضو شويه كده كمان، وبعدين اقوم حطاه على ايه على وشه كده. البرطمان كلها اقوم حطاه على وشها ليله كامله لحد تاني يوم. طبعا احنا تاني يوم هنعمل الليمون، يبقى كده إيه يعني لما اجي تاني يوم اعمل ليمون كده اقوم ايه عضلهم على وشهم، ونبدا بقى في عمايل ايه الليمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا كده خلصنا الجزر والفلفل والخيار، مفيش غير الليمون هوريهولكوا برضو. وهجهز الدقه بتاعت الليمون المخلل. هعمل بقى شرايح الفلفل، انا ما عنديش الكبه بايظه للاسف بقى. هحطها في الهون، هدقها في الهون يعني كده. يبقى قطعت الفلفل كده قطع صغيره، واحط معاه شويه ملح وشويه خل واعصر عليها ليمون، واحط شويه بابريكا زي ما اتفقت معاكم كده. البابريكا في كل جميع انواع المخللات بتبقى جميله جدا. هنقلب بقى الخلطه بعد ما دقيتها كويس قوي كده. دي بقى اللي هحطها في البرطمان بتاع المخلل الليمون. انا هعينها بقى على تاني يوم، لان طبعا قلت لكم ده اليوم بالليل، فانا جهزت بس الخلطه لتاني يوم. والليمون زي ما انتم شايفين اهو لسه اهو يعني طفيت عليه بس ايه يعني. بص عمل ازاي بعد شويه يعني كده ربع ساعه كده او 10 دقايق. بصي الليمونيه منفوخه زي ما هي كده بتنفخها كده حلوه بنفس حجمها ما تغيرش ولا حاجه، جميله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهوريكم برضو وانا بحطه في البرطمان. احنا بقى كده تاني يوم الليمون بتاعنا برد وخلاص. بصوا شكله عامل ازاي برضو اكن لسه يعني لسه ليمونه لسه طازه ما اتغيرش. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. بصوا حجمها جميل خالص ازاي، لسه ليمونه كده بحجمها ومنفخه كده حلوه. وميتها عامله ازاي صفت يعني الميه بقت يعني فيها ايه المزيج بتاع الليمون. هفضي بقى الليمون بقى واعبيه في البرطمانات اللي انا هعمل فيها. طبعا البرطمانات اللي بتاعت المخلل احنا خلصناها امبارح في الجزر
والخيار والفلفل. فدول لقيتهم يعني دول بعمل فيهم برضو بخلل فيهم، وبعمل فيهم عصاير، فقلت استغلهم واعمل فيهم ايه المخلل. آه احطهم بقى في العلبتين دول، واخد المية بتاعت الليمون ده برضو مش هرميها. المية دي على فكرة جميلة، فيها المزيج بتاع الليمون كله، مفيدة جدا برضو، بتبقى حلوة اوي في التخليل، عاملة زي الشرش بتاع اللبن بالظبط برضو لما بنحطه في المخلل، دي عاملة زي ما بنتمهاش، دي حلوة قوي. هناخد بقى الحاجة اللي يعني اللي نحتاجه، والباقي ايه ممكن تعينيه في الفريزر في كيسة لما تيجي تعملها مخلل تاني مترميهاش برضو. هنزود بس عليها الدقة اللي احنا عملناها وشوية الملح وخلاص على كده. عايزه اقول لكم كل لتر ونص ميه بحط كيس ملح، يعني دول تقريبا 3 لتر ميه، فحطيت كيسين ملح. هناخد المقدار اللي هيكفينا، وزي ما قلت لكم مش هنرمي الباقي، هنعينه في الكيس في التلاجة. على فكره طعم الليمون هيعجبكم جدا جدا بجد، بس انتوا جربوها طريقه بسيطه وسهله. مش هتحط فيها غير اللي احنا قلنا عليه بس، هي الدقه والفلفل وشويه خل صغير. الخل ده عشان بس بتحفظي الليمون برضو يقعد فتره طويله بلونه زي ما هو. آه وكمان بيديكي طعم حلو قوي. هي الميه بالظبط يدوب عليهم. الليمون بتاعنا خلص، وعملنا 4 انواع مخللات او 5 انواع: فلفل، جزر، ليمون، كرنب، خيار، 5 انواع مخلل. حطيت على الوش شويه خل برضه شاطر ايه، لو يعني احنا مش هتاكل حاجه بتطول، وحبه زيت كمان تديلها مع المخلليه كده. ممكن تستغنى عن شويه زيت ده مفيش مشكله عادي. هنغطي الليمون بتاعنا بقى بالكاس كده عشان نمنع الهواء يدخل. وهنسيبه الليمون ده تقريبا هيقعد له بالظبط، يعني في الساعة دي كده هيقعد له تقريبا 10 ايام بالظبط، عشان ما اضحكش عليك. هو انا بعد اسبوع فتحت عليه ما كانش قوي، بس هو 10 ايام بالظبط هتلاقيه زي العسل. هنحط بقى نغلفه في الكيس زي ما انتم شايفين كده، واغطيها كويس، ونركنه بقى في حته في المطبخ على جنب 10 ايام بالظبط كده، وافتحها عليه. هتاكل احلى مخلل بألف هنا والف صحة. جاهز يا مخلل رمضان، الحاجات دلوقتي مش غالية. مجرد ما يقرب رمضان بتلاقي الحاجة غالية جدا، كيس المخلل ب5 و10 جنيه. الناس بدأت بتخزن دلوقتي المخلل عشان تبيعها بسعر عالي في رمضان. طب على ايه، احنا نعمل حاجتنا في البيت اللي نقدر عليه نعمله في البيت، بجد نوفر نفسنا. يعني بقدر امكان ان احنا نقدر نعمل اي حاجة نوفر نفسنا، تبقى كويسة جدا لينا. الفيديو بتاعنا بسيط، يا رب يكون عجبكم، يا رب ونال اعجابكم، واكون ضيفة خفيفة عليكم. طريقة بسيطة وفكرة بسيطة، بس غرض منها ان هي ايه، ان احنا نحاول نوفر اي حاجة نعملها في البيت، ونحاول اي حاجة تكون يعني بمقدارنا كده او مقدرتنا كده، ان احنا نستغلها ونعرف نعملها، ووفرنا اي يعني مبلغ. اشوفكم على خير في فيديو جديد. متنسوناش لايك، والمشتركش بالقناه يشرفنا باشتراك، وتفعلوا زر الجرس ويوصلكوا اشعار بكل جديد. اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.